اليوم 14 من شهر أغسطس 2019، الذكرى السادسة لمذبحة أو مذبحتي رابعة والنهضة. مذبحة ميدان رابعة وميدان النهضة كانت في مثل هذا اليوم منذ 6 سنوات. كان هناك اعتصامان مدنيان يقيم فيهم آلاف الناس، آلاف المواطنين المصريين، لا لشيء إلا لتأكيد دعمهم وتأييدهم إلى أول رئيس مدني منتخب، وهو الرئيس الشهيد المرحوم الدكتور محمد مرسي. في فجر هذا اليوم هجم عسكر مصر، مع شديد الأسف والألم والحسرة، العسكر المصريين المنوط بهم حماية المصريين هجموا على أبناء مصر في ميدان رابعة وفي ميدان النهضة، وقاموا بقتل أكثر من 3000 رجل وامرأة وطفل في هذا اليوم، في مشهد مأساوي رهيب، في أكبر مجزرة تتم للشعب المصري في العصر الحديث. من الذي يقوم بها؟ الجيش المصري تحت قيادة عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية المصري محمد إبراهيم. الحقيقة أن هذا اليوم لن يمحى من ذاكرة المصريين، ولن يهدأ بال حال أهل مصر إلا بالقصاص العادل من هؤلاء المجرمين القتلة الذين قاموا بهذه المجزرة في هذا اليوم. حتى الآن هم يظنوا أنهم طالقين أحرار، لكن سيأتي اليوم الذي سيقدمون فيه للمحاكمة لكي يحاسب كل إنسان تلطخت يداه بدماء المصريين محاسبة حقيقية، ويدفع ثمن ما كان يسعى إليه. في المقابل انظروا إلى حال مصر الآن بعد 6 سنوات من حكم العسكر. لقد انهار في مصر كل شيء، السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة والفكر والرؤية، كل شيء، حتى الزراعة والصناعة والتجارة، كل شيء انهار وتم تدميره، وآلت مصر إلى ملكية الجيش المصري كما كانت أيام جمال عبد الناصر. يعني مع الأسف أن العسكر هم العسكر في كل مكان. ما فعلوه من جرائم في تركيا في 4 انقلابات عسكرية هو نفس ما فعلوه في مصر، هو نفس ما يفعلونه في كل مكان ينقلب فيه العسكر. نحن نسعى حتى الآن لاستعادة الحكم المدني الذي يريده الشعب المصري، لكن يقف لنا هذا السيسي ومن معه بالمرصاد باستخدام كل القوى التي يمتلكها الجيش المصري، والتي تمد بها دول أوروبا وأمريكا التي تدعي الحرية والديمقراطية. هذه حرية زائفة وديمقراطية غائبة بسبب تدخل هؤلاء الذين يزعمون الحرية والديمقراطية، وتدخل إقليمي سافر من السعودية والإمارات بأموال طائلة لكسر هذا الشعب وعدم إعادته إلى ثورته مرة أخرى. ولكن أؤكد أن الشعب سيستعيد ثورته، ثورة 25 يناير 2011، وسيقوم من كبوته هذه وسينتصر على هؤلاء المنقلبين، وسيحاسبهم حسابا شديدا في الدنيا قبل حسابهم أمام ربهم في الآخرة. في هذا اليوم العظيم تحية لكل شهداء مصر، شهداء ثورة 25 يناير إلى يومنا هذا، وتحية إلى أول رئيس مدني منتخب الشهيد الدكتور محمد مرسي، وتحية إلى أسر المعتقلين والشهداء والمطاردين والمهاجرين في مصر وفي خارجها. ونسأل الله عز وجل أن يعيدنا إلى بلادنا وقد تكللت بجو هائل من الحرية ننعم فيه. يسألونك متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا.